وبعد ما قرأت رسالتها يا صديقي حسيت حالي عم طير من الفرح. هالرسالة الصغيرة كانت بالنسبة إلي أغلى من الدنيا كلها. أنا لك وسأنتظرك. دخلت على الصف العاشر وهمتي عالية يا صديقي، وحاسس حالي إني قادر غير الدنيا. العلاقة بيني وبين ميساء كانت عفيفة ونظيفة وما فيها أي شي حرام. كنا ما نتقابل إلا بعلم الأهل بالمناسبات العائلية، وكل واحد فينا بيتابع تقدم الدراسة تبع التاني من خلال الأهل. كنت أنا ببعت لها كتب ومراجع من خلال إخوتي الصغار، وهي كمان كانت بتبعت لي، وكنا نتبادل رسائل صغيرة فيها تشجيع وأدب واحترام. كنت شوفها من بعيد بالحارة، نظرة سريعة خاطفة كانت تكفيني عشان تملأ قلبي أمل وتعطيني طاقة إيجابية لأسابيع. كنت خزن هالنظرات بقلبي مثل ما الواحد بخزن أغلى كنوز الدنيا. تفوقت بالصف العاشر، بعدين الحادي عشر، بعدين الثالث الثانوي. كنت الأول على مدرستي كل سنة، وميساء كانت الأولى على مدرستها هي كمان. كان بيناتنا تنافس شريف على التفوق، وكل ما واحد فينا يحقق نجاح كان التاني بيفرح قد ما يكون النجاح له شخصي. اجت وقت المفاضلة الجامعية. كان حلمي من زمان دراسة الطب، وهي حلمها كانت تدرس أدب عربي لأنها كانت بتعشق القراءة والكتابة. سألتها مرة برسالة: ميساء، أنا نفسي نكون بنفس الجامعة عشان نشوف بعض أكثر ونتقارب. ردت علي: سليم، حلمي أنا إنه أشوفك دكتور ناجح مثل ما تمنيت دايما. بحب إني أقول يوم الأيام زوجي الدكتور سليم. أنا حلمي كلية الآداب، ورح ضل فخورة فيك وأنا بقرأ كتبي وإنت بتعالج المرضى. ولا تشيل هم، قلوبنا أقرب من أي جامعة بالدنيا. وفعلا انقبلت بكلية الطب، وانقبلت هي بكلية الآداب. كانت فرحة الأهل كبيرة بابنهم الدكتور وبنتهم الأديبة. كانت أصعب فترة بحياتنا يا صديقي. أنا بالمدينة الجامعية بدمشق، وهي بمدينتها عم تدرس بفرع الجامعة تبعها. المسافة بيناتنا كبيرة، وما كان عنا هالموبايلات ولا وسائل التواصل يلي صارت هالأيام. كنا نكتفي بالمراسلة عبر البريد العادي أو من خلال الأهل. كانت رسائلها توصلني كل أسبوعين تقريبا، وكنت أحس إني بشم ريحة عطرها فيها قبل ما أقراها. كانت تكتب لي بأسلوبها الأدبي الحلو عن كتبها وأساتذتها وأحلامها، وكنت أنا كتب لها عن صعوبات الطب، عن التشريح، عن السهر الطويل، عن المرضى يلي عم نتدرب عليهم. كانت دايما تقلي برسائلها: أنا فخورة فيك يا سليم، أنت هلأ عم تحقق حلمك وحلمي، استمر، الطريق طويل قدامك. وكل عطلة كنت سافر عشان أشوفها لمرة واحدة بس، نلتقي بعلم الأهل بزيارة عائلية سريعة نتبادل فيها النظرات والكلمات القليلة، وبعدين ارجع وأنا حامل شوق سنين قدام. بالسنة الثانية من الجامعة، وأنا بأصعب سنوات الطب، وقت الامتحانات الإكلينيكية الأولى والضغط الخانق، وصلتني رسالة من أمي. والله يا صديقي كانت رسالة بكتني وبكتك أنت كمان لو كنت مكاني. بتقول أمي: ابني سليم، في خبر بدي إياك تسمعه مني قبل أي حدا. ميساء خطبوها. الشاب من المدينة نفسها، محترم وعيلة كريمة، وأهلها ما قصروا، صانوا كرامتنا وكرامتها وعرضوا الموضوع علينا قبل ما يوافقوا. وأبوها حكى مع أبوك بكل احترام. ميساء حاولت تتأخر، حاولت تقنع أهلها تستناك، بس ظروفنا المادية ما بتخلينا نطلب إيدها هلأ وعندك قدامك 4 سنين دراسة وتدريب، واختاروا مصلحتها. سامحني يا ابني.